صباح الأنوار. بول مورفي بيلعب ضد بيروس. الماتش ده كان سنة 1858 في نيو أورلاندز، أمريكا طبعا. وكان مورفي عقبال أولادك كده بيلعب وهو متغمي ضد ستة في نفس الوقت. تقول لي ازاي؟ أقول لك ملناش دعوة يا مهي. الموضوع بالنسبة لي خيال علمي فعلا، يعني أنا أصلا أكاد أشك في صحة المعلومة من كتر ما أنا مش عارف أتخيلها يعني. بيلعب وهو مغمي، يعني مثلا يلعب يقول له اي 4 اي 5، يتخيل بقى هو في دماغه، وبعدين بيلعب مع ستة فلازم يحفظ ست رقع. موضوع بالنسبة لي خيال علمي. يلا نتفرج على الماتش ده، يلا بينا. يلعب الاي 4، يرد عليه خصمه بالاي 5، ويلعب الاف 4 ويدخل في حاجة اسمها الكينجز جامبت. بعد كده ياكل. استنى بس عليا يا عم. ايه خير؟ ايه الكينجز جامبت دي؟ ايه جنبية الملك ده؟ إيه اللي بيحصل فيه يعني؟ ابدا، في لمحة سريعة كده عنه لو عايز تعرف. انا عايزك تاكل هنا عشان العب كده، فيبقى عندي سيطرة كبيرة على الوسط، يبقى مربعات الوسط دي كلها عندي. بس مش هعمل كده على طول طبعا، والا حضرتك هتنزل بوزيرك تديني الكش القاتله ديت، يعني كش ما يعلم بيها الا ربنا. تمام، وضحت الفكره. دي فكره جنبيه الملك. بس في نقطه، هو الراجل مش مضطر على فكره ان هو يوافق على الكلام ده، يعني ممكن يرفض، ممكن يلعب حاجه زي كده. تقوم سيادتك هو رفض تاكل فياكل، او بلاش. لو سيادتك كلت ممكن هو يعمل حاجه زي كده، رافض ممكن في بطريقه تانية ممكن يلعب هذا البيشوب كده برضه، رفض الكينجز جامبت. طب الراجل ممكن يوافق زي انه ياكل كده، وساعتها سيادتك هتلعب النايت. ليه؟ عشان ما يجيش الوزير كده يديني الكش دي. لو جه الوزير هنا طبعا خلاص كده الوزير هيتاكل، فهو مش هيجي بهذا الامر. وساعتها هو ممكن يسيب لك البيدق، او يقول لك لا انا متمسك بيه. وساعتها سيادتك ممكن تلعب حاجه زي كده، او حاجه زي كده، او حاجه زي كده، او حاجه زي كده. كل ده ممكن ترد بيه. او هو ما لعبش الكلام ده خالص. ممكن الراجل الجميل دوت يلعب البيشوب ده كده، او النايت ده كده، او يلعب كده، او يرخم عليك ويقولك هلعب كده وانا بتحداك. طب انا هاكل، طب انا هطلع بالنايت. فتبقى قصة كده، مش طب انا هحمي، طب انا هاكل وريني هتعمل ايه. كل الالعاب دي موجودة كردود على. تمام، خدنا لمحة تاريخية بزيادة اهي والدنيا جميلة. طيب تعال نشوف بقى الماتش حصل فيه ايه. الراجل لعب اللعبة دي، خدناها في كل الدفعات اللي فاتت؟ لا. ودي لعبة اكثر من سيئة، يعني انا معرفش الاخ روس ده لما لعب اللعبة دي كان عايز يعمل بيها ايه. انت النايت بتاعك محبوس، والفيل بتاعك محبوس، وكل حاجه محبوسه. انت كنت بتفكر فيا يا اخي؟ بتفكر فيا يا اخي؟ حرام عليك يا اخي، تاكل ليه يا اخي؟ المهم، عمنا مورفي يطور النايت بتاعه، ينزل يربط النايت، يطور النايت التاني، اسف يطور الفيل، ياكل برضه، معرفش بياكل ليه. برضه حقا للحق، احنا بنتكلم سنة 1858، ما كانتش النظرية معروفة قوي، وما كانش في دراسة قوي، وما كانش المذاكرة سهلة قوي زي اليومين دول. احنا الايام دي في عز، ما كانش هذا العز موجود زمان. المهم، يلا بينا نكمل. يلا نكمل. يطور النايت، بعد كده الوزير ينزل. ما انت عملت اضعاف هنا بقى، فنزل الوزير يثبت لك البدء دوت، وتفضل كل القطع بتاعتك اللي في جناح الوزير ديت ولا اي حاجه محطوطه في الجراج ما بتتحركش. طيب الراجل يبيت، هات بقى البدء دوت، يطور النايت بتاعه ضاغط على الفيل. الفيل يتحرك ويهدد الوزير، الوزير يتحرك ضاغط على البيدق. بعد كده الراجل يبيت. ولكن في حد هنا ممكن يسأل سؤال، هو الوزير في اللعبة اللي فاتت ليه، يعني مثلا ليه هنا ليه ما كلش البيضة؟ ان لو هو كل هذا البيضك بهذا الشكل كان مهدد الفيل يتسحب. بيطور مثلا النايت، هات يا عم الوزير. الوزير هيروح فين؟ ايه المربع اللي هو ممكن يستخبى فيه او يروحه؟ هنا. طب بعد ما اطلع بالنايت هنا مهددك بالطبيعة، هتروح فين؟ مفيش حتة تروح، صح؟ فيضطر يعمل ايه بقى؟ يضطر ياكل، دي احسن لعبة له. فانت تاكل، فهو ياكل، فيبقى في حاجة كده متفوق 8.5 على الانجن. تمام. طب مواطن يسألني سؤال،
معلش قولي نرجع كده شوية. هو ليه مثلا ما كانش ينزل في موقع زي مثلا بعد ما نطلع كده؟ ليه ما يجيش كده؟ عيبها ايه دي؟ تفتكر انت عيبها ايه؟ ان الفيل هنا حامي اهو، مربع ده ممسوك برضه. طيب نهاية القصة، فهو عشان ما يقعش في هذا الخطأ ما كانش ينفع ياكل هذا الايه البيضة. نرجع بقى ونكمل الماتش بتاعنا عادي. بيت دخل بالكينج ليه؟ البيدق بتاع الاف كان مربوط بسبب الفيل بتاع سيادتك يا مورفي. انا عايز ازق هذا البيدق. طيب الرخ تيجي تمسك هذا العمود. هات يا عم الفيل بتاعك، خد الفيل لو انت عايز. يقول له لا يا عم الله الغني مش هاخد الفيل. طب هو كان فيه ايه لو كان خد الفيل كده؟ كان هيبقى فيها لعبة زي كده، تطور النايت بتاعك مثلا، هات حتة من الحتتين ولو كلت دي تبقى احسن لعبة ليك فتخسر فرق. فما كانش ينفع هذا الامر. لذلك هو لما عرض عليه البيشوب، الراجل قدم وقال مش دعوه بالبيشوب بتاعك. طيب النايت يتطور، ضغط على البيدق. البيدق كده مضغوط عليه بقطعتين، البيدق يزق نفسه تاني. انت كنت مصري ولا ايه؟ قطعه متعرفش تحميها او البيدق متعرفش تحميه، زقه زيحه. طيب يلعب الاي 6. طب انا هاكل بالنايت، هاكل بالفيل، هاكل بالطابية. ضغط على وزيرك وضغط على الحصان، الوزير يستخبى. طيب هات الحصان. طب هاكل بالبيدق، هاكل بالوزير. خلي بالك ياكل بالوزير هنا ديت، لو الراجل الطيب ده لعب اي حاجة دي مات خلاص، فهو لازم يحمي المات. طب يحميها ازاي؟ ان هو سيادته جه بالوزير بتاعه هنا. طيب ساب الوزير واكل ايه؟ اكل البيض ومضحي وزيره. طب هات الوزير يا عم، كش، الملك يطلع. كش تاني، الملك ينزل. البيشوب يطلع، كش بالكش وهات الوزير. ماشي، البيشوب يرجع. بعد كده الراجل يسلم ليه؟ لان الحصان مضغوط عليه بكام قطعة؟ بقطعتين، بالرخ وبالفيل. فالراجل يسلم. بس في حاجة بقى مش عارف انت لاحظتها ولا لأ. ايه هي؟ تعال نرجع كده كام نقلة اوريها لك. ارجع كده معايا كمان كمان. هات ورا هات ورا هات ورا. ارجع كمان معلش، كمان خطوة، كمان نقلة، كمان. هنا بعد ما انت هو اكل كده كنت ممكن تلعب هذه اللعبة اللطيفة. مهدد انك تنزل بالرخ تديك الشمات، فهو يلعب هذا الامر. طبعا انت مينفعش تيجي الرخ مباشرة والا هياكلك بالوزير. طيب تلعب وزيرك، فهو ينزل يديك كش، ملك يطلع ينزل بوزيره، سيادتك تدي كش. لازم ياكل بالوزير عشان ما يبقاش مات. تاكل، يديك كش تاني فتاكل، يديك كش تاني بالبيدق فتاكل برضو، ويلعب هو البيدق وبعدين سيادتك تدي كش كده ودي كش مات. فدي الحقيقة يعني مورفي جانبه الصواب وما شافهاش، ولكن الراجل يشكر، الراجل كان متغمي وما كانش شايف اي حاجة. اشكرك لحسن متابعتك، اتمنى تكون اتعلمت حاجة واستفدت وانبسطت من الحلقة ديت. اشوفك الحلقة الجاية على خير وسلام.